مرحبا أحبائي، وصفة اليوم صينية الفروج بالبطاطا. هالوصفة اللي محبينها كتار لأنها بتتميز إنها سهلة وسريعة وبسيطة وكتير طيبة ولذيذة، وما في أسهل منها لنحضرها برمضان. بالنسبة لي بحضرها مرتين برمضان، مع ممكن اختلافات بسيطة بالتتبيلة بنوع الخضار اللي بنحطها، بس كتير بحسها مميزة وسهلة وسريعة، وبحضر لها تحضير مسبق فما بتاخد معي وقت بالتحضير، وغير شكل بالطعمة وبالنتيجة. تابعوا معي الفيديو للنهاية، احضروه كامل لتشوفوا كيف طريقة التحضير بالتفصيل. ما تنسوا تدعموني بلايك وتشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. أول شي رح بلش بتحضير التتبيلة. عندي عصير 4 حبات ليمون، كوب إلا ربع زيت زيتون، معلقة كبيرة مليانة دبس فليفلة حلوة وحدة حسب رغبتكم، وراس توم كبير يكون مهروس. راح نضيف البهارات، معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة بتعطي نكهة كتير طيبة، الفلفلة الحمراء السورية المطحونة، والكزبرة اليابسة. وعندي معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات، الكركم، الزنجبيل البودرة، والهيل البودرة. وآخر شي بضيف المحلب كمان نص معلقة صغيرة، بيعطي نكهة وريحة كتير طيبة للدجاج، وإذا مو متوفر فيكن تستغنوا عنه. هلأ بنبلش نطحن المكونات كتير منيح لحتى تندمج وتعطينا هذا القوام الناعم والكريمي. وطبعا بتحضير التتبيلة فيكن تستخدموا خلاط، فيكن تستخدموا الطحانة محضرة الطعام المتوفر عندكم، ومو حابين تطحنوهم فيكن ما تطحنوهم، بس تكونوا هارسين التوم كتير منيح، يعني بس تقلبوهم تقليب مع بعض. هلا بالنسبة للدجاج، عندي دجاجتين، وزن الدجاجة 1000 جرام، غسلتها ونظفتها كتير منيح، وكل دجاجة قطعتها لأربع أقسام. نقعتها بهذا المحلول المائي، بيعطي طراوة ونكهة وبيشيل زفرة الدجاج، ويعني بينظف لنا الدجاج، بيطلع معنا غير شكل وأبيض وعبي الماء. حبة ليمون قطعها لشرايح، بنزل عليها خل، معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الملح، وبهارات صحيحة. ضفت الهيل بس أنا فتحته بإيدي لحتى يطالع نكهته، كم ورقة غار، وكم حبة من الكزبرة، وإضافتها حسب الرغبة ممكن تستغنوا عنها. بنقلبهم هيك مع بعض كلياتهم، والليمون حاول هيك نعصره كتير منيح بإيدنا لحتى يطلع الزيت اللي موجود بالقشر الليمون والحموضة اللي موجودة بقلب الليمونة. وبعدين بنضيف عليهم المي وبننزل فيهم الدجاج وبنتركه منقوع تقريبا ساعتين، هيك بناخد أفضل نتيجة وأطيب طعمة للدجاج. وهون الدجاج صفيت عنه المي ونشفته بمناديل المطبخ المعقمة، وبعدين عملت فيه شقوق بالسكينة لحتى يتشرب التتبيلة للأعماق، ولحتى يستوى معنا كمان للعظم. هلا ضفت التتبيلة عليه وبفركه كتير منيح مع التتبيلة لحتى التتبيلة توصل لكل أجزاء الدجاجة، وبعدين بنغطي عليهم وبنتركهم منقوعين 3 ساعات 4 ساعات، وإذا بتنقعوا ليلة كاملة أفضل وأفضل، وبيطلع معاكم الدجاج أطيب وألذ. أنا بالنسبة لي نقعته ليلة كاملة وطلع غير شكل، وطعمته ونكهته وطراوته غير شكل. وبعد ما تبلنا الدجاج، هلأ بدنا نبلش بتحضير البطاطا. عندي كيلو من البطاطا، أكتر أقل حسب رغبتكم وحسب الصينية عندكم قد إيه بتساع. غسلتها للبطاطا، قشرت البطاطا وغسلتها منيح. هلا بنبلش نقطعها. استخدمت هاي القطاعة، فيكم تستخدموا سكينة، يعني التقطيع ما رح يعطي فرق ابدا بالطعم وبالنكهة وبالاستواء، بس الشكل يعني بيعطينا شكل حلو. بس اهم شيء انه تقطعوها بسماكة شوي متوسطة، يعني ما تكون كتير سميكة حتى ما تبقى معاكم نية وما تستوى، ولا تكون كتير رقيقة لحتى ما تفرط معاكم وتنهرس بالصينية، لأنه بدها تاخد وقت منيح بالاستواء مع الدجاج، فلتتحمل معاكم حبة البطاطا وتبقى متماسكة. هاي السماكة بتكون ممتازة. وهلأ بصينية الفرن رح نبلش نوزع أول شي البطاطا. هلأ إذا قشرتوا البطاطا قبل بوقت لحتى ما تسود معاكم، خلوها منقوعة بمي، مية نظيفة بعد ما تغسلوها، ما بيتغير لونها ولا بتسود. وإذا قشرتوها مباشرة غسلوها ونزلوها فورا بالصينية. هلا للبطاطا رح اضيف هيك شوية بهارات تعطيها نكهة طيبة وطعمة لذيذة. يعني ما بدنا نعتمد بس على الصوص تبع الدجاج، لأنه ممكن في أجزاء من البطاطا ما ياخدوا نكهة الصوص، أو ما تكون كافية لأنها تنكه البطاطا والدجاج كمية الصوص. فهون عندي معلقة صغيرة من الفلفلة الحمراء السورية، طبعا هاي الأساس بالوصفة. ضفت كمان نص معلقة صغيرة بصل بودرة وتوم بودرة، وضفت معلقة كبيرة مليانة من بودرة الماجي. بودرة الماجي أنا بحب ضيفها، بس للدجاج ما ضفتها لأنه بتكفي نكهة الدجاج، بس ضفتها على البطاطا بتعطيها نكهة طيبة. وهون نزلت الربع كوب الباقي من زيت الزيتون، يعني لكامل الصينية أنا استخدمت كوب زيت زيتون. وطبعا كمية الزيت بترجع لنوعيته، إذا عندكم نوعية الزيت أصلية ممتازة، نوعية جيدة جدا، فيكم إنكم تقللوا من الكمية حتى ما يطلع معكم كتير نكهة الزيت قوية. بس أنا هون النوعية اللي مستخدمتها يعني مو كتير
100%، فبزيد الكمية على حسب نوع الزيت اللي أنا مستخدمته. فأنتوا حسب نوع زيتكم وشو الزيت اللي مستخدمينه بتزيدوا وبتقللوا. هلا هون فركت كتير منيح البطاطا مع البهارات، وحاولوا هيك بتعلق شوي بالأجزاء اللي الحزوز تبعت البطاطا البهارات، فحاولوا هيك تطلعوها وتفركوها منيح لتوصلوا لهي النتيجة. وبعدين بنجيب الدجاج وبنوزعه عليها. ونسيت اذكر لكم بتتبيلة الدجاج الملح، اكيد بدكم تضيفوا ملح، بس انا للبطاطا ما ضفت ملح لانه ضفت الماجي، فانتوا عدلوا الملوحة، ضيفوا وقللوا حسب رغبتكم. وبعد ما تضيفوا الدجاج وتوزعوه منيح على البطاطا بتنزلوا كل التتبيلة تبعت الدجاج، ما تشيلوا منها أي شيء، لأنه هي اللي بتعطيكم نكهة، هي اللي بتطلع لكم هيك سوائل وصوص ونكهة طيبة. ما منا الدجاج يطلع معنا ناشف بدون صوص، لأنه طيب يكون في صوص كرمال نغمس بالخبزة وناخد أفضل طعمة ونتيجة. واخر شي بعد ما نزلت كل صوص الدجاج ضفت تقريبا شي ربع كوب من المي الباردة، ضفتها هيك بحراف الصينية حتى ما نزل التتبيلة عن الدجاج، لحتى تعطينا شوي صوص زيادة بالدجاج بالفروج وقت اللي بده يستوى، كرمال ما يطلع معنا ناشف، لأنه في أشخاص بيحبوا ياكلوا بخبز، في اللي بيحبوا بياكلوا برز، حتى يكون فيه صوص يعني يرضي كل الأطراف. بس كمية بسيطة من المي، ما تكتروا مي حتى ما نروح النكهة تبعت التتبيلة. يعني أنا كل الصينية ضفت لها مقدار ربع كوب مو أكتر. بغلف الصينية بورق الزبدة، وبعدين بغلفها كتير منيح بورق القصدير. لازم نكتمها منيح يعني نغلفها منيح بورق القصدير لنكتم البخار اللي فيها، كرمال البخار هو اللي بيسوي الدجاج وبيعطيه طراوة، وهو اللي بيحافظ على الصوص تبع الدجاج. من بعد ما نغلفها بنفوتها على فرن يكون حامي مسبقا على أعلى حرارة، بس نفوت الصينية بنخلي الحرارة على 200 وبنترك الصينية على مهلة لتستوى. وطبعا مدة الإسوا بتختلف على حسب حجم الدجاج اللي مستخدمينه وحسب حماوة فرنكم. أنا أخذت معي ساعة ونص، ممكن تاخد معكم أكتر أقل على حسب. بعد ما استوت عندي رح أشيل عنها ورق الزبدة وورق القصدير وبفوتها على الفرن لتتحمر. بشغل بس من فوق الشواية لحتى تتحمر. بس قبل ما فوتها الفرن بحب اني ادهنها بشوي من الزيت اللي بالصوص كرمال يعطيها لون ويحمرها بسرعة، هيك بيعطيها لون كتير حلو وبتطلع معنا غير شكل. وبعد ما دهنا كل قطع الدجاج بالزيت تبع الصوص، هلا بنفوتها على الفرن لحتى تتحمر وتاخد لون بشهي وبتطلع معنا بهالنتيجة الرائعة. هلا بنرش لها شوية بقدونس بس لحتى نكسر الألوان، هي طبعا مو أساسية البقدونس للفروج بالبطاطا. ومن قد ما بتحبوا تقدموه مع خبز، فلفلة خضراء، صحن سلطة، شوية خضار، لبن عيران، اللي بدكم، كل شي معها طيب ولذيذ. وهيك أحبائي وصفة اليوم صارت جاهزة، تتبيلة شهية ورائعة وكتير مميزة للفروج بالبطاطا. جربوها كتير رح تعجبكم وكتير رح تحبوها. إذا حبيتوا الفيديو وعجبتكم الوصفة ما تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي الجديدة.